مش انا المذيع. شفتي استاذ احمد فهمي عامل ايه؟ ثانية واحدة قرب ايضا عامل ايه؟ ثانية أحمد فهمي واحدة أنا طيب؟ المذيع. ايدن ايه يا عم؟ قرب ايدن ايه اسمه؟ امال اسمه ايه حضرتك؟ اسمه عبد ايدول موته. ايدول ماشي حضرتك. ماشي. ممكن معلش انا أعمل. من شبرا حضرتك. ما عملتش زي احمد فهمي كده. شوف احمد كده فهمي اللهم صل على النبي. طب يا هات عم احمد فهمي فهمي ده قريب. حبيبي يا ابني. ده هات احمد أبوه. فهمي يقعد هنا حضرتك عايزة ونتقبل بس منه. أعرف ليه ما كنتش هتيجي لو عارف إن سعد الصغير هو اللي في البرنامج. لان مش مفيش أنا. اي وجه يعني شبه فعلا في اي بيتكلم- حاجه. ايوه صح. نتكلم في فيها. دي بقى عندك حق. في هو قاعد عندك يتكلم في واحد عامل 6 شرايط و6 افلام وهو عامل شريط وده مطرب صاعد. حضرتك هتجيبي صاعد تاريخ؟ إيه يا انا عم بغني من صاعد امتى أنت؟ حضرتك؟ من انا 12 سنه. انت تعرف محمد نور امتى؟ السنه اللي فاتت. سنتين. الشهر اللي فات عارف انت؟ لا بجد بقى، ده رأيك في محمد نور بجد؟ والله ده رايي حضرتك. والله ده رأيك. انا بكلمك انا اصلا بكلمك ما عنديش راي فيه اصلا. انا لأنه مش بكلمك موجود. بنتكلم. تعالى نتكلم بالورقه والقلم. استاذ محمد نور عامل ايه؟ فيلم وشريطين او شريط مش كان واحد. لسه واحد 4 شرايط. انا بمثلك و4 شرايط. واحد مع ماما واحد مع حضرتك معاه. 3 شرايط مع ماما. انت عارف و3 شرايط أستاذ معايا. محمد سمعتيه في اللايف؟ سمعته دلوقتي لا، بيجي يغني اغنيه في اللايف. هيصه هيصه يا كحك العيد يا كاكل ده يا عم بتاع وكعبه كعبه كعبه حبيبي وانا لعبه كعبه. حصل يا استاذ؟ فين بيغنيهم فين؟ في الافراح. يرد عليا حضرتك يقول ما بيغنيش الاغنيه دي ولا لا؟ طبعا بغنيها. شفت يا انت حضرتك؟ مالها هي بتاعتك اصلا. بتاعتي امال بتاعت مين؟ خش على النت واعرف دول بتوع مين. خد لك لفه ما فيش نجم حضرتك معهد كونسرفتوار وبتاع ويغني وكعبه كعبه كعبه حبيبي وانا لعبه. اهي الاغاني بتاعت سعد الصغير اهي. طب ليه بيغني. بتغني ادي اللي اللون ده؟ بيتريق حضرتك. ما انت يعني انت ساعات بتقول بيبقى عليه هكس. ساعات بيبقى في فرح كده في بتاع انت حابب تعمل حاجه مختلفه اغني طيب حاجه كده. مش كل يروح مغني الاغاني بقى اغاني سعد مش كل الصغير. الاغاني بقى بتاعت سعد صغير. كل حاجه اصلا. بص انت دلوقتي عمرك في حياتك ممكن تتاثري مثلا باغنيه سعد صغير؟ مفيش اي، مش هتحسي باي حاجه. يعني ممكن وانت يجي لك تليفون تقوم وانا بعملش اغاني تاثر. طفي التليفون يعني. ما انا بص، ما انا عامل ايه بقى؟ انا سيبكم انتوا تنكدوا على الناس يعني تيجي وتعيطوا اغنيه مثلا وانا بفرح فبيجي لك الناس. تليفون تطفيها وتنسى اصلا كنت تسمع ايه. صح؟ لا انت قلت رأيك انا ما انت. بغنيش الهكس بتاع سعد الصغير وبعدين فجأة اكتشفت انك بتغني الهكس بتاع سعد لا الصغير. في فرح بس مش كل حياتي ان انا طب ما هو بيغنيها في فرح، ما بغنيها في ميت. لا هو كل حاجه انت لازم تعمل اغنيه ليها موضوع كده. موضوع. طب لما انا بعملش اغاني موضوع عمل بغني. هو اغنيه قبل كده دراما ما نجحتش خالص الصراحه يعني. ايوه فعلا فعلا. يعني كان الناس قال لك يا عم انت مالك انت ما تغنيش فعلا، الحاجات دي. فعلا. بتغني الحاجات دي ليه؟ بص حضرتك صح انت- ولا غلط؟ بتاعت ايه؟ ما عمل تفرحوش أغنية فيا دراما. كده اللي مصر كلها حبتها. اللي هي اللي هو ما عرفش يغنيها. بص حضرتك اللي هي الهكس لما اللي ما تفرحوش فيا كده حرام عليك. الهكس اللي هو بيقول اللي هو ساعة عايز يخش في ستايل ان هو واد يا ريت يا استاذه بعد دراما إذنك وبتاع. هو خليكي أصلاً- واسطه ما بيننا. يقولوا ما يغنيش الهكس بتاع سعد الصغير في الافراح لو سمحت. يا عم عشان هو ما بتاعك. تغنيش. ده قعد 3 اشهر الناس ما تكتبش عنه ولا حاجه. 3 راح اشهر إيه؟ نازل جاب صحفي ويا جماعه راح كاتب خبر بقى ان هو اتعور. المروحه عورته في الشاليه. ايه الهكس اللي بيقوله ده؟ ما حصل المروحه طلعت بقى ازاي عملت لك كده؟ مروحه ايه ومش عارف ايه. المستشار الاعلام ما حصلش. الخبر ده ما نزلش قبل كده. ده خبر نزل بعد الشريط بتاعي ب4 الاستاذ عادل عبد الله المستشار بتاع حضرتك كتب ان المروحه عورته هنا في ودانه. مروحه ايه اللي طلع ايه اللي طلعك عند المروحه؟ يا ابني انت ايه اللي بتقوله؟ بص لما بيجي يفبركوا اخبار بيفبركوها حتى يعني مش مثلا كويسة. ممكن اقول مثلا على عملت فكره ما حادثة. بضحكش حضرتك. اقول ان انا قول له عملت حصل ده ولا ما مروحه حصلش. والله يا جماعه انا كذاب. حصل ولا ما حصلش؟ طب نروح لفاصل ونرجع مرة تانية مع الفنان محمد طب نور مثلا نقول الفنان مثلا قلت سعد. عملت حادثه حصل حاجه مروحه ايه يا عم انت؟ انا هغني كلمه من الاغنيه والناس هتكمل. لو ما كملوش يا عم يبقى الالبوم ده ما نجحش. يبقى معاك لو كملت. ماشي يلا. معايا ايه يعني هجيبهم منين؟ صباح يلا الفل. بس ماشي يلا يا استاذ اتفضل اسمع. نغني سوا كلنا. ها ماشي. تينا حياتي في بعدي عنك. ما تكلموش اهو خلاص. سمعت؟ بص ما سمعتش. بص بقى بص الفرق. هتجوز هتجوز اسمع سقفة فوق فوق. انا خلاص هتجوز وابطل ابص على البنات. انت الحكم. حكم ايه يا ابني؟ اهو انت بتقايل لهم الحكم. تلاقيك انت قبل ما الحكم. تيجي. انا متهيألي ان احنا طول عمرنا شعب بنحب الريتم، يعني بنحب الرقص وبنحب الريتم وبنحب التسقيف، فمتهيألي يمكن ده اقرب يا لقلوبنا. فندم ده حسسني لكن طبعا بنحب الطرب حسسني ان برضه. هيقول كلمه في الاستوديو هترج. ده من كتر الجيم مش عارف يقلع التيشيرت. هو بيرقص هو بيغني. النهارده فرحي يا جدعان اتجوز.
جامد وحياة ربنا جامد. لا بجد، جامد. لا بجد بتكلم بجد. بتقول جامد يا سعد. ثانية أقسم واحدة يا بالله. جماعة. جامد والله. بتقول انا برقص وانا بغني، بس مش كده. ترقص ازاي؟ لا يعني تبقى بالريتم مع الحركه، بس مش اللي هو بيعمله ده كانه رقاصه بترقص الصراحه. الله يسامحك يا عم، الله يسامحك. يا عم الله يسامحك يا، وانا قلت لك حاجه غلط. ناس كتير بتقول كده، بتزعل؟ اقول له ايه بس حضرتك؟ لا يعني ناس كتير تقول انك بترقص فعلا زي رقاصة، بتزعل؟ لا لا، ولا براحته، سيبه يتكلم. لما زميل ليك يقول كده يبقى اكيد مش بيكذب عليك يعني. ما حد اما يكون حد مهم ازعل، لكن هو اصلا سعد يعني مش موجود اصلا بالنسبه لي الصراحه. مش موجود ده اصلا. بجد ولا بتهزر؟ انا بتكلم بجد والله، ما اصله بيتكلم في لا والله الفن العظيم بتتكلم وبيتكلم. بجد. بتكلم بجد يعني. بالنسبة لك سعد صغير مش أصل موجود على بالنسبه الساحة لي انا مش الفنية؟ موجود. لا موجود طبعا، بس بالنسبه لي انا مش موجود. ليه بقى؟ لان انا اكيد مش هجيب شريط واسمع سعد صغير يعني في العربيه. أيوة. هسمع هتاثر مثلا، هقعد اتجوز اعمل كده يعني، هعمل ايه؟ هو فنان. حتته بالنسبه لي مش موجوده، ما جاتش. اول مره اشوف كاب مفتوح من فوق. بص انا هو اول مره اشوف كاب خلاص، لو كابورليه عايزين نقف. بص انت ايه اللي انت تشوفي اصلا بيلبس ايه في الافراح؟ ب 40 جنيه لا راس البنطلون ده، والجزمه دي ب 50 جنيه والتيشيرت أنا ب أنا مرة والله كان عندي معاه فرح. ثانية واحدة صغير. ثانية واحدة كان عندي معاه فرح كده بجد، آه. بتكلم بجد والله. لازم تيشيرت حمرا كده ايه الخرا اللي انت لابسه؟ معلش انا اسف يعني. ايه الخرا اللي انت لابسه؟ عارف بقول لك ايه؟ عارف لو انا رحت لابس جلابيه وكاتب عليها اي حاجه هتبقى موضه. انا موضة وعمرو ايه يا ابني انت؟ انا وعمرو دياب في مصر بس اللي كده بنطلع بس. الموضه. بالظبط. بس انتوا تقلدونا بقى. كل يعني عيش انت ما بقى. بيعجبكش البدل اللي سعد بيلبسها قصدك؟ بدل تحرم. هي بدل بتيجي ايه؟ بقول لك ده بيلبس حاجات انا تحرم. بجيب بدل من هنا، هو يعرف يلبسها حضرتك؟ من شبرا بتجيبها ولا منين؟ لا يا عم، التوحيد والنور. من بعد الحلقه دي اكيد مش عايز اعرفه تاني. تشكر يا ريس، تشكر. ليه يعني؟ يلا لا، ادخلوا بقى أصل عشان هو الحلقة. ايه الكلاش اللي حصل كل ما يعني؟ يشوفني في حته حبيبي والنجم ومش عارف ايه ويجي. نجم؟ انا عمري ما قلت لك نجم. والله بقول لك كابتن، بقول لك اسم محمد عادي بيحترم. لما تيجي هنا تقعد تريق على سبعه. بتقول يا استاذ محمد ولا يا كابتن؟ لا انا على طول حضرتك على طول اي حد في مصر يا استاذ يا برنس. لا ابو الليل. انا ابويا مربيني، ابويا كان عسكري في الجيش، فواخدين على الحاجات دي. استاذ محمد حتى لو اصغر مني، مش معنى اقول لك استاذ محمد وفي الجيم اقول لك يا استاذ وبتاع ان انت نجم. لا، استاذ دي حاجه استاذه ده يعني. سلام، ده سلام بس سلام. مش حاجه. لكن من جوايا سلام عارف ان ختام. انت حد مبتدئ عادي، مش نجم يعني. يا عم انا لسه ما ابتديتش، انا هبدا كده ان شاء الله لما انت ده تبطل ربنا. ان شاء الله وتريحنا. بقى بيني لو خليتك تشتغلها انت كده كده مش شغال صحيح. ولا انت. هو انا احمد الحقيقه شاهين بس فقدت شغال. النطق من كتر ما بتمثلوا عليا، ولا بتتكلموا جد، بنمثل ولا حضرتك، ده بتهزروا، حقيقة. ولا بتعملوا بص إيه؟ لا اصل هو بص داخل في حته كده معانا. احنا في ايام أليمة. مفترجه وكويس ان حته هو فيها طلع شويه كده. جراح كده. ايه أقول لك اللي حاجة- بيتكلم في المزيكا وايرادات افلام يا ابني انت بيجيبوك كده يعني. ايه بيجيبوه كده يعني يعني؟ بيجيبوك كده واحد لذيذ كده وبتاع، بيغنيك اغنيتين ثلاثه وشكرا سلام عليكم. ايه هو اللي سعد ايه وفني ايه وتاريخي ايه اللي ده انت بيقول ان هو جاب ايرادات اعلى من الفنان عادل امام يا والله. في بوبوس. في بوبوس. انت كنت عملت فيلم ايه ساعتها بقى انت؟ شارع الهرم. شارع الهرم اه قريب هنا. شارع الهرم كان طب روح بقى بص اعلى منه. شارع الهرم ايه؟ بقول لك شارع الهرم اكتر من فيلم بوبوس. اللي هو بتاع إيه؟ انت ما تعرف اللي هي اغنيه استنى دي هي دي. ايوه شفت حافظ ازاي؟ يعني استنى كان استنى. غالبا الشعر بتاعها كان مش قادر يكتب بقى، فكتب لك استنى كده بقى. مش قادر قبض عليها الفلوس دي ولا ما قبضش؟ ايه خفه الدم دي ايه اللي مش عارف حضرتك. في حد يعمل اغنيه اسمها استنى ايه اللي تقوله ده؟ انا بتكلم بجد والله. لا ما اذا كانت تعالي اغنيه نتكلم وحشه فنيا. فعجبت الناس ليه وحققت الايرادات دي ليه؟ ما هو ده برضو اللي يعني يخلي الواحد يقول ان هو يمكن اختياراته لا صائبه اختياراته عن صح الصراحه. يا نهار ازرق، يا نهار ازرق، دي هاصت والله. نصيحه من سعد صغير لمحمد نور، ونصيحه من محمد لا هو نور يقول لسعد لحضرتك نصيحته صغير عشان عشان انا نختم. انا نصيحتي ليه بجد حاجه هتضيف له او هتغير له حياته قوي، هو بقى في حته كويسه وجامد، فبكل الفلوس اللي حوشها دي يجيب تاكسيات كتيره ويخلي فرقته كلها يعني تسوق التاكسيات دي عشان يركز بقى في الحته دي انت بتقول ويفكوا من الفن خالص. انت بتقول كده بجد ولا والله العظيم بتقول كده بجد؟ بجد بجد مقتنع ان سعد يعني صغير عايز اقول لك ان دلوقتي احنا بجد مش هنفقد هو ممكن حاجة يتضايق على مثلا، هو ممكن مش هنفقد حاجه على الساحه خالص مش لو هنفقد اي حاجه يعني، مش هناخد لو بالنا الحنطور والعنب وهتجوز وكل ولا الحاجات دي مش حنطور موجوده في ولا افراحنا كاريت ولا كاريت حد. مش انت اللي تنصحني انا بقى. لا اما خليك في أصحابي التاكس. نصيحه محمد التاكس. نور ان انت تشتري تاكسات وتبطل غنى. نصيحتك بس لمحمد. التاكسات البيضاء عشان يبقى ستايل يعني، عشان هو يحب مع اللبس مع الطقم مع الجو ده. انا مش قادره اصدق نصيحتك لمحمد نور، بس ما عشان يعني حاسب لا يقوم يضربك. نصيحتي بقول له خلي بالك اليومين دول في بس. قلق
والله يلا. خلي بالك بجد، وبلاش نتقابل صدفه. تشوفنيش بقى تقول لي يا نجم مصر والجو ما بتاع أنا بقول لك الهجص اللي انت بتعمله يا ده. ريس، ما تقابلنيش صدفه بس خلاص. يا ريت ترضى. واعرفك سواق التاكسي ده يعمل ايه. عارفه الحقن، النفخ، كل ده اونطه. عيل صغير كده بمطوه ثبته، انا لو ظرفت طوبه في دماغه دلوقتي وجريت مش هيعرف طبعا. يجيبني. كل ده نفخ حضرتك. ويقول لك اما يغلط في سواقين التكوسه ويقول لك شبرا، يبقى سوري في اللفظ يعني، مش عايز يا عم اتكلم احنا بس. انا بقول لك سويت تكون ليه زي هو الفل انت وعيال منين يا بس. محمد آه. اصلا؟ من حدائق القبه. مم. شايف الصح حدائق بقى؟ حدائق القبه الرجاله. الصح ده. حدائق الرجاله، انت مع حدائق القبه؟ اه مش باين انا. تخيل. ما شفتش فرافير في طب حدائق القبه غير انا خالص. غير ان انت هتضرب محمد نور، ايه يا فندم؟ غير انك يا هتضربه، ريت والله ده هظبطك. لا تظبط مين انت؟ هظبطك ظبطه لا اصلي. انت ظبطه من هم